وأنا نقوم بتجاربي مع الخط المغربي واكتشاف مسارات جديدة. فما حاجة غريبة حدثت، فما نوع من التخميرة تصير لي، خاصة وقت اللي نكتب لي ساعات طويلة، وكأني خرجت من المكان ورحت على مكان آخر مختلف، وكأنه دخلت في طاقة جديدة، حاجة روحانية تقريبا. والإحساس هذايا حسيته في الموسيقى، حسيت لي فما تواصل وتشابه كبير بين فن الخط العربي والموسيقى، خاصة في النقطة هذه بالذات. في الموسيقى مثلا فما ما يسمى بالارتجال، يجي الموسيقي في لحظة معينة بإمكانه أنه يطيل نوتة موسيقية، يطولها أكثر. نفس الشيء في الخط، في أماكن معينة الخطاط يطول في حروف معينة في أماكن بعينها، وهذا اللي يخلق النسق، وهذا اللي يخلق كل لعبة بين الامتلاء والفراغ، اللي هو نفس الشيء في الموسيقى. فما الصمت والصوت، في الخط فما الامتلاء والفراغ، وهي لعبة كبيرة جدا في الجمالية. نتفكر قولة لموسيقي جاز أمريكي مايلز ديفيس، يقول اللي هو في موسيقته مشى بشوية نحو ما يسمى بالتقليلية، يعني في أقل ما يمكن من النوتات يكون هو عبر على الأشياء الحسية اللي حب يخرجها. وكان العديد من المنتجين يلوبوا عليه شيء هذا، يقولوا له أنت فما قليل من النوتات، يقول لهم أنا عزفت الأجمل، عزفت النوتات الأجمل. يقول الموسيقى الحقيقية الوحيدة هي الصمت، والنوتات موجودين فقط لتأطير هذا الصمت، لإظهار هذا الصمت، للإشارة لهذا الصمت، وكأنك تدعو المستمع أنه يلاحظ ذلك الصمت. نفس الشيء في الخطاط لما يدخل في تركيبة خطية يخلي فراغات ويملأ أشياء في أماكن معينة، تشوف هكا اكتظاظ نتاع حروف. هذاك اللي يخلق النسق الجميل، وهذاك اللي عنده رابط كبير مع الأشياء الروحية، واللي يخلينا من خلال وصولنا إلى تلك الحالة الروحية أن نفتح أبواب الخيال. وما أدراك ما الخيال؟ الخيال اللي الفنان يجيب فيه من العدم ويحطه في الممكن. وهذا دور الفنان أساساً، أنه يجيب للناس البسطاء بين ظفرين أشياء جديدة، أشياء ما كانتش موجودة، هو اقتراحات جديدة، فيكبر الذائقة الذوقية والمخزون الذوقي والمجال الذوقي لهم. هذا دورنا كفنانين، أن نكبروا المساحة الذوقية عند الناس، نخليهم يستمتعوا أكثر بالجمال في المطلق وبالخط العربي بصفة خاصة.